هو انت مسافر بجد يا بابي؟ اه يا حبيبي، هسافر يومين، عندي شغل وهرجع على طول. مش احنا اتفقنا ان اي سفرية تروحها تاخدني معاك؟ وانا هعمل لك ايه؟ ما انت اللي كل شويه تعيا. انا خفيت اهو يا بابي. لا ما خفتش، لما تطلع من المستشفى تبقى خفيت، واخدك في الحته اللي انت عايزها بعد كده. بابي ممكن اقول لك على حاجة؟ قول يا حبيبي. انا عايش علشانك، اوعى تسيبني لوحدي. لآخر مرة بسألك، مين اللي ودى جمال؟ برضو واحد صاحبي كان معدي عليا يشرب معايا شاي، قرف من حياته وقال لي خلص نفسه. انت هتستعبط يا امك، قال لك جاي في قضية ايه؟ ما تسأله. لا ده انت بتستظرف. رد عليا يا عادل يالا، قال لك جاي في قضية ايه؟ ما عنديش كلام اقوله لك. لو ما حكيتليش اللي حصل بالتفصيل هلبسك جناية قتله. لا يا راجل، ده على اساس ان انا جاي في سرقة موبايل. وانا اعلمك شغلك ولا ايه يا باشا؟ قلت لك قبل كده 100 مرة مالكش دعوة بالموضوع ده، الحكاية اكبر منك، اسمع الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا مفرج الكرب فرج الكرب عن عبيدك يا رب. النبي يا رب، حياة حبيبك النبي محمد، ما تسيبش جمال ابني في محنته. مديله ايدك يا كريم وخد بايده، احنا ملناش غيرك نسأله يا رب. انا كل ما ببص لسليم بقول ذنبه ايه ولد جميل زي ده يتحرم من ابوه وقبلها من امه، يعني لا اب ولا ام، لما يتحرم منهم هما الاثنين مين اللي هيفضل له اشرف؟ ايه يا عم رجاء الكلام ده؟ ربنا يديك الصحة ويخليك لينا كلنا. والله يا ابني انا اللي حصل ده خلاني عجزت عمرين على عمري. كان نفسي ان انا اقضي بقيه ايامي في هدوء ومن غير مشاكل، نفسي اعيش مطمن، لكن ازاي؟ انا كل الباب ما بيخبط ولا جرس التليفون بيرن ببقى حاسس ان فيه مصيبه هتحصل. يا عم مفيش مصايب خلاص، وباذن الله باذن الله كل حاجه هتبقى زي الفل. يا رب. المهم انا مش عايزك تحس بكده على الاقل قدام سليم، مش عايزين نحسس الولد باي حاجه خالص. والله انا بعمل كده يا ابني، انا بمسك نفسي قدامه بحاول اضحكه وانسيه، لكن انت ما بتشوفوش ولما يسال على ابوه ويقول لي بابا ما جاش عشان ياخدني ليه؟
الواد نبيه بسم الله ما شاء الله، وانا خايف لا يكون فاهم حاجه. لا يا عم، احنا بقى دورنا ان احنا نفهمه ان مفيش اي حاجه خالص. انا حتى الجورنال ما بقتش اجيبه، خايف لا تقع عينه على صوره لابوه ويقرا كلمه مكتوبه عليه. حتى المدرسه ما بقتش اوديه، خايف لحد من زمايله يقول له كلمه كده ولا كده. انا مش عارف يا ابني، والله مش عارف اعمل ايه. ربنا يعدينا منها على خير يا رب. مش معلقه في الزنزانه وبس، لا وايه وبيهدد كمان، ومش بعيد بكره الاقيك متعلق جنبه وهتشوف. سعادتك انا ما كنتش موافق على الامر ده. موافق على ايه ولا مش موافق على ايه يا بني ادم انت؟ انت حته بني ادم فاشل. اقصد يا فندم ما كنتش مقتنع. مقتنع؟ هو ده بقى سبب فشل تصفيه جمال، مش كده؟ لكن قول لي كان يقصد ايه باني مش محمي؟ في ايه تحت ايد جمال يا علي؟ سبق وسالته وانكر تماما يا فندم. تفتكر؟ في الحقيقه ما اظنش ان جمال بالسذاجه دي علشان يصرح بكل اللي جواه. جمال بيلعب لعبه هو مش قدها. تقصد ايه سعادتك؟ قول لي، مشكله جمال بدات من ساعه موضوع السلاح الاخير، مش كده؟ مظبوط سعادتك. طب قول لي بقى كده تاني ايه اللي حصل؟ مشكله نفسيه، وسعادتك اللي اديته الاجازه حتى بعدها. انا اديته الاجازه لان كنت فاهم ان هو تعبان او مرهق، لكن ما كنتش اعرف ان الموضوع اكبر من كده. متاكد يا جمال ان هو ده المكان؟ اكتر من كده يظهروا الحرس الحدود، وده مش في مصلحتهم. فاكر الصحراء الغربيه والوعى اللي اتربينا فيها 4 ايام بلياليهم؟ ودي قام تتنسي؟ ساعتها اتولد سيدي وما شفتوش، كنت هتجنن عليه يا اخي. وطلعت جنانك على عيال المهربين لما فرمتهم. شكلهم وصلوا. نقرب عليه. سيبهم هم يقربوا، قلب لهم بس النور. الشنطه يا جمال. خلي بالك اشيلها تدوس على الزرار. مش على المير يا وحش. ما دي المصيبه. ايه ده؟ ده تلاقيه ابنه ولا ابن اخوه، بعلموا العيال من صغرها ولاد الكلب. الشنطه يا جمال، الشنطه. بلاش عليه. هو ايه اللي بلاش؟ الواد الصغير ده ذنبه ايه؟ في ايه يا جمال؟ في ايه؟ اركب يا جمال، مفيش وقت، اركب. علي بلاش علي. ايه اللي بلاش؟ كده بتعرضنا للخطر قبل منهم، اركب. اركب يا جمال. ده اللي قلب كيانه من وقتها يا فندم. موت الواد الصغير. معرفش ازاي فكر بالطريقه دي. هما لو كانوا فتحوا الشنطه واكتشفوا القنبله فيها اكيد ما كانوش هيرحمونا. واضح ان جمال بدأ يفكر بقلبه. ما تقلقش سعادتك، انا متاكد انه شويه وهيهدى، بس بلاش نستعمل معاه الاساليب. هنشوف يا علي. هسمع كلامك المره دي، بس تعمل انت حسابك ان اي غلطه تانية مش في مصلحتك، وانا اذا كنت مستحملك بس عشان خاطر حماك. يا اخي انا كنت فاكر ان اللي حصل لجمال ده هيخليك تفكر انك تبقى نمره واحد، لكن واضح
واضح انك حتى ما انتش قادر تحافظ على مكانك.